أهلا وسهلا بكم، رمضان كريم وكل سنة وانتم طيبين. مسلسل المداح بدأ بإثارة كبيرة جدا. الحلقة الأولى من مسلسل المداح أسطورة العودة بطولة النجم حمادة هلال شهدت العديد من الأحداث، ولو انتوا لاحظتوا هتلاقوها تصدرت محركات البحث بعد عرضها بالأمس. أول حلقات كانت تشويق كبيرة جدا وأحداث مثيرة بين أبطال المسلسل، وبدأت في قاعة المحكمة اللي جمعت صابر المداح مع والدته وسميح اللي بيجسد شخصيته الفنان فتحي عبد الوهاب، وده وراه حكاية تانية، زائد باقي أبطال المسلسل. دياب اللي بيقوم بدور جديد، طبعا زي ما انتم شايفينه كده أحد المرضى أو الجن، وخالد سرحان ودنيا عبد العزيز وصبحي خليل. وبعدين هنبدأ المسلسل بتظهر بداية معرفة الشيخ صابر بسميح داخل مولد الحسين، وبتكشف المشاهد إنه راجل تقي بيساعد صابر المداح في الخير. طبعا ده اللي ظاهر، حتى يأتي له محمد نجاتي يطلب منه السفر إلى أسوان لمساعدته في التخلص من أصوات غريبة بتسيطر على المنزل، محدش بيقدر يدخل فيه، وتحت ضغط منه أو من سميح كمان. بيروح الشيخ صابر ليكتشف إنه في خداع وتوهم وخداع من سميح نفسه. بيتحول البيت إلى مقبرة مغلقة. بعدها تسيطر على المداح قوة تجعله يفتح بوابات قدام قزح ليتجسد له عدوه الأول صخر أو دياب في شكل جني، قائلا له شكرا يا صابر. تنتهي الحلقة على محاولة المداح العودة للقاهرة بعد اكتشاف أن كل ما مر به من أحداث هو وهم كبير جسده سامح له، وإن مفيش حاجة حقيقية حصلت. عرض الطائرة اللي بيركبها في طريق العودة لانفجار، وبتدور الأحداث طبعا زي ما انتم عارفين حول عالم الإنس والجن ومدى الإيذاء اللي بيتعرض له البشر من الجن، حيث يتابع الشيخ صابر المداح معركة الخير والشر التي يخوضها في مسلسل المداح الجزء الرابع أسطورة العودة. حمادة هلال طبعا زي ما قلنا معاه فتحي عبد الوهاب اللي هو وراه حكاية، لأن طبعا دياب أو المارد الجن اللي ظهر وقال شكرا يا صابر أدى التحية له في بداية المسلسل، وظهور تامر شلتوت في المحكمة برضو على هيئة جن. طبعا المسلسل كله بينم عن أحداث غريبة ومثيرة هتشوفوها في الحلقات اللي جاية. طبعا ده كان الحلقة الأولى وأحداثها اللي حقيقة شدت الناس، وطبعا تصدرت محركات البحث، خصوصا إن صابر اتلقى أعداء جدد أشد قوة من الأجزاء اللي جاية. كل سنة وانتم طيبين. دي كانت أحداث الحلقة الأولى.